في ناس كده اول لما بتشوفهم بتنبهر بيهم، ايه ده، واو، تبقى عاوز تقرب منهم، تتكلم معاهم، تدخل معاهم في علاقة. واول لما فعليا تتكلم معاهم وتقرب منهم وتبقى معاهم في علاقة فعلية، تقول يا ريتني ما كنت عرفتهم اصلا، وتبقى ندمان على اليوم اللي انت اتكلمت معاهم فيه او دخلت معاهم في علاقة اصلا. لان العلاقة دي بتكون علاقة متوترة، غير مستقرة، مرهقة ليك نفسيا، تحس انك انت محتاج تبذل مجهود كبير جدا عشان العلاقة دي تستمر. فحب اقولك يا صديقي ان انت بتكون مع شخصية نرجسية، والشخصية النرجسية مش زي ما كل الناس متخيلة ان هو الشخص اللي واثق من نفسه او الشخص اللي بيحب ذاته. لا، النرجسية ده اضطراب شخصية كفيل يخسر الانسان كل علاقاته. وده هياخدنا لتعريف النرجسية. يعني ايه اصلا نرجسية؟ في الدليل التشخيصي الامريكي ال DSM-5 عرف النرجسية، قالك ان هي نمط من الشعور بالعظمة والاحتياج الدائم للاعجاب وقلة التعاطف مع الاخرين. ان انت دايما محتاج ان انت تكون الناس شايفاك ان انت حاجة كبيرة جدا، وانت اصلا الناس مش فارقة معاك وبتنظر لهم بنظرة لا مبالاة وبنظرة احتقار. وهنا هنتكلم شوية عن علامات الشخص النرجسي، ازاي تشخص الشخصية اللي معاك ان هي شخصية نرجسية. اول حاجة ودي ابرز علامة فيهم، اللي هو جنون بالعظمة، شايف نفسه حاجة كبيرة جدا ويحتاج معاملة غير كل الناس، شايف نفسه اعلى من الناس كلها والناس كلها اقل منه. عنده قلة تعاطف مع اللي حواليه، يعني ممكن جدا يقل من مشاعرك واوجاعك ويدوس عليها عادي جدا. دايما شايف نفسه صح، عمره ما بيطلع غلط، وبيرمي اللوم كله على الناس اللي حواليه. بيستغل كل الناس اللي حواليه وعايش في علاقات استغلالية مبنية على الاستغلال مش على المشاركة. الشخص ده هيستنزفك عاطفيا وجسديا وهيدمر ثقتك في نفسك. فلو انت مع شخصية دايما محسساك ان انت قليل، ان انت اقل منهم، ان انت مهما عملت انت مش مكفيه، ان هو احسن منك، دايما محتاج منك الدعم وان انت تشوفه حاجة كبيرة جدا، ولو ما عملتش ده فبينقلب عليك وممكن يتعصب عليك ويدمر العلاقة اصلا. فلو انت مع شخصية زي دي اعرف ان انت مع شخصية نرجسية. وده كان باختصار معلومات بسيطة عن الشخصية النرجسية. فلو انتوا حابين نعمل سلسلة ونتكلم فيها عن اضطرابات الشخصية كلها، ممكن تسيبولي في الكومنتس او تتواصلوا معايا. هنا في مساحة نفسية احنا بنقدم دعم نفسي كل يوم، فلو انت محتاج انك انت تطور من صحتك النفسية يبقى انت لازم تكون واحد مننا وتعمل لنا فولو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، وافتكر ان دايما في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.